26 مايو 2018 لعب كريستيانو رونالدو آخر مباراة له مع ريال مدريد، وكانت أمام نادي ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا بعد شعوره بالخيانة من فلورنتينو بيريز. بعد 9 أعوام و450 هدف في 438 مباراة و4 كرات ذهبية والعديد من النجاحات، أعلن كريستيانو رونالدو انتقاله إلى نادي يوفنتوس بعد نهاية كأس العالم. يمكننا تلخيص أسباب خروج كريستيانو رونالدو إلى: 1. شعوره بالخيانة من نادي ريال مدريد ومن فلورنتينو بيريز خاصة، ولم يتم تقديره بالشكل الكافي، وأنه لم يعد النجم الأول كما كان في السابق. 2. محاولة إثبات أن الريال سوف يفتقده، وأن قرار خروجه من النادي سوف يضر النادي ولن يضره على المستوى الشخصي. 3. شعوره بحب وتقدير إدارة وجماهير نادي اليوفنتوس. بس والله يا إخوان، التيشيرت هذا تاريخي، ذكريات عظيمة مع كريستيانو رونالدو، رابطه فوق. وأنتم ما رأيكم؟ ما هو سبب خروج كريستيانو رونالدو من نادي ريال مدريد؟